السلام يا فندم. الله. طيب في البداية ممكن بقى تعرفنا بنفسك؟ أنا اسمي أحمد عزيز أميشة من مركز الصفقة في جيزة، من قرية الأبابات. بدأت في عملي ده من 2006-2007. أول ما بدأت في دمياط الجديدة اشتغلت في دمياط يجي 6 سنين أو 7 سنين ما شاء الله. وبعد كده فتحت الشركة ديت في 2016 في العاشر من رمضان. والحمد لله بفضل الله بادئين مع الشركات، شركة وصفي، بادئين مع شركة الحمد، وانا بردك اسر الحمد بردك مهندس محمد الوزان. والحمد لله الدنيا كويسه معانا الحمد لله. في البدايه بقى قول لنا كمان، عاوزين نعرف دخلت المجال ده من امتى؟ انا داخل المجال ده احنا اصلا من زمان. احنا عندنا مصنع، بس المصنع ده واقف كان بتاع حجر وكده، فانا واخد الشغلانه دي اصلا عن الحاج يعني وكده يعني. كنت بروح معاه وسافر معاه وكده وحبيتها. انا الشغلانه دي حبيتها لله يعني كده ايه. لقيت نفسك فيها؟ اي انسان في الدنيا دي ناجح في شغله او بيحب حاجته هي بتجيب لحد عنده، فحبيتها. بدأنا ان احنا اشتغل شغل، كان لسه ما عندناش معرض ولا عندنا اي حاجه، على حساب شركات من الباطن يرون عليا او اتواصل معاهم كده لحد الكلام ده كان في 2007-2008 في دمياط الجديده. قعدت في دمياط حوالي بتاع 5 سنين. اشتغلت عن طريق دمياط الجديده في نادي جزيره الورد في المنصوره، اسست انا النادي ده كله، انا اللي منفذه. ما شاء الله. بعد كده بقى اتأهلت بقى، بعد ما اتأهلت اتجوزت يعني، فتحت المعرض بتاعي ده في العاشر من رمضان في 2017. يعني أسست الشركة في العاشر من رمضان في عام كام بقى؟ 2017. تمام. النهارده كده بقى لي 6 سنين فيها الحمد لله، بفضل الله دايمين فيها الحمد لله، ومعانا كام شركه كده شغالين فيها برضك. اهم حاجه في الشغل ده كله المصداقيه، اهم حاجه. طب ممكن بقى تعرفنا مين اللي بيشجعك وبيدعمك؟ الحاج، ربنا الحاج اللي الله يبارك له فيه، يعني اللي انا فيه كله ده والخير اللي انا فيه ده كله من دعاء والله الحمد لله. طيب ممكن بقى تعرفنا ايه الفرق بين الحجر الهاشمي والفرعوني؟ الحجر الهاشمي ده نوع كريمه كده شكله اصفر. الحجر الفرعوني ابيض في الالوان، بس يعتبر في الاول والاخر الاحلى في ده كله الهيصم. حجر الهيصم بفضله عن الحجر الابيض وعن الهشمه. صلب في نفس الوقت كده، في دقه في العمل شديده، ما يتاثرش برطوبه ولا يتاثر في اي شيء. لكن الحجر الابيض والهاشمي الخامه بتاعته طريه. طب ايه بقى مقاساتهم، مقاسات الحجر الهاشمي والفرعوني؟ المقاسات الحجر الهاشمي بيبدا معاك انت من 20 في 40 لحد 30 في 60. تمام. في حاجه اسمها مصنع وفي حاجه اسمها ورشه. خامه المصنع دي بتفرق عن الورشه في المقاسات طبعا وفي الفلوس.